الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت. ده اكيد وانتوا عارفين ده. جايين النهارده نرد على الجاموسه الهي شرشوحه باريس اللي ما عندهاش دم ولا تعرف عنه حاجه، ولا تعرف عن الذوق ولا عن الرحمه ولا عن الدين. لا، وعن الاحترام. والاحترام يا بني ادمه، يا قذره يا سافله يا قليله الادب، يا اللي ما عندكيش دين ولا عندك احترام لاي حاجه. انت كلبه ما تسوى فعلا تربيه عيالك، شكلك باينه. انتي تربيه زرايب بجد والله. راح تشتمي في ست كبيره يا كلبه، وقنوات القذره اللي تابعك اكيد هيطلعوا يسقفوا لك ويعملوا لك، عشان هم شكلك كلاب المشاهدات وكلاب الدولارات. يا كلاب يا سفله، اكيد كلكم هتتلموا في يوم ما ان شاء الله. الاجراءات بطيئه بس في النهايه كل واحد هياخد حقه، لان احنا في بلد قانون تحت رئاسه رئيسنا الجميل الرئيس السيسي. اكيد كل واحد هياخد حقه في النهايه. اصل هي مش بلطجه يا جماعه. يعني هي مش بلطجه. يا ريت سيادة النائب العام يكون شايف الفيديو ده ويشوف مدى سفالة كلبة زي دي قاعدة بره عمالة تهين في الأمهات الكبيرة وفي المصريين. بتهيني في أم أستاذ رضا ليه يا بنت؟ عملت لك إيه يا بنت؟ إيه السفالة والانحطاط ده؟ عشان دي ما لقيتش واحده تربيها. عارفه انت؟ لا لقيتش أم ولا أب يربوك، رموك من الصغر في الشارع يا كلبة. عارفه انت لو امك بجد والله كانت ست محترمه، ما هياش مهزقه، كانت جابت حد محترم نجيب، كانت عرفت تربيك انت وعيلتك. لكن يا قذرة وسفلة، انت يا قذرة. طبعا امبارح عامله فيديو 25 دقيقه على عمره الست، وانت مقهوره ليه؟ هتموتي ليه؟ هتشلي ليه؟ بتقولي فلوس اليوتيوب حرام. امال انت اللي عماله ايه؟ 3 سنين عماله تقطعي في فروتهم وتقل ادبك وتسب في عرضهم وعرض عيالهم. في ايه القذاره والسفاله دي يا بنت؟ هو محدش قادر يلمك؟ لا لما احنا بتقلقش. فين القاذر؟ فين اهلك؟ فين اخواتك اللي زي قلتهم؟ مالهمش لازمه. انت يا بنت يا كلبه يا سفله، في عايزه ايه؟ هم مالهمش لازمه، بس ما تقلقيش، احنا هنوصل لهم قريب، واحتمال ان شاء الله نعمل زياره لقريتك بفيديوهاتك وصورك وكل حاجه، ما تقلقيش، هنظبطك على ارض الواقع باذن الله، وزياره برضو لاخوكي، لان بصراحه انت القذاره بتاعتك الكل طفح قوي، تعدت كل الحدود. مفيش حد يقول لك عيب. السفاله بتاعتك اتعدت كل الحدود. راح تعيط بس اللي هو القناه الكبيره سيد ده مستر سيد، وتعيط له تقول له فين جوزك اللي هيطلعك ده يا سفله؟ هيطلعك خليهم يشيلوا الفيديو. يا سلام، شفت انا كنت سحبهولك ازاي؟ اصل انت كنت بتقولي فيه انا بهس على 1.5، فدي اسيبها، فكنت لازم اوري للناس الغازيه بنت الغازيه عشان تطلع على كتاف الناس. تقل ادبك وتشردحي بالطريقه دي يا كلبه. عملت انت ايه؟ ميتها من بنها. انا ايه ده؟ انا ما سمعتش. ايه ده؟ صح بتعملي ان انت ميته. طب راح تعيطي لهم ليه؟ مش كفايه بتقولي عايزه الرجاله امم في قناتي، طالعه كمان تقولي انا بهز على 1.5؟ تهزي الله يخرب بيتك. انت عندك ايه تهزيه؟ ده انت كلك ترهلات قد كده. تشتمي الست الكبيره اللي ان شاء الله تتسابق مع الانبياء في دخول الجنه، انسانه عاشت على ذكرى جوزها ما اتجوزتش وربت يتامى وبتربي كمان ولاده. ليه بتتكلمي عنها بالطريقه دي؟ عشان قذرة. ان شاء الله ليها مكانه وليها منزله عند ربنا، وان شاء الله يتقبل منها العمره. هي عملت ايه حاجه وحشه في حياتها زيك؟ قاعده طول النهار تشردحي وتسب اعراض وتنيلي ابنها عشان الورق الاخضر. يا بنت خافي ربنا شويه، مش كده يا بنت؟ انت مالك عامله ايه كده زي ما قال استاذ رضا؟ ليه جاموسه؟ انت عايزه ايه؟ ما تلمي نفسك يا بني ادمه يا قذره يا سفله انت. هي يا ماما عامله بصي، عارفه الجاموسه ليه؟ اللي جنب بتاعها فك، بس ما تقلقيش. صعبه قوي وملهاش كسر ولا في ايه بنت؟ انت ما عندكيش رجاله في عيلتك؟ فين اخواتك اللي بتقولي عليهم رجاله؟ والله ما عندكم شنب في عيلتكم يقوم ضربك قلمين على قله الادب والقذاره اللي انت فيها. طب دي واحده ست كبيره وراحه تعمل عمره. ايه يا سفله ده؟ مالك ومالها يا قذره؟ طلعت تقول لكم طلعت بفلوس مش عارفه، وانت مالك؟ هي طالعه بفلوس مين؟ هي لا يوتيوبر ولا زفت على دماغك. انت مالك؟ بتجيبي سيرتها ليه يا بنت انت يا قذره؟ هي مش زي امك اللي خلفاكوا رميكوا في الشارع اللي ده يا بنت. هي انسانه محترمه ربت يتامى، ان شاء الله ربنا هيديها ثوابهم اكيد. انت مرميه في الشارع
من 12 سنه. امك رمتك في الشارع يا بنت وابوكي، دي مش كده، دي صالتهم وربتهم احلى تربيه وعلى التدين وعلى اي حاجه كويسه وعلى المصر والاخلاق، ناس محترمه وربت عياله بنفس الطريقه. انت تجيبي نفسك ليه؟ بتحطي راسك براسها؟ انت فين وهي فين يا بنت؟ لا ده بتقول لها انا من دور احفادك. احفاد مين يا بنت؟ يا بنت يا حوله يا حوله، ده انت انت لو متجوزه. دورتي تلاقيها اصغر منك، بس هي كتر المرار اللي شربته في حياتها. لطشتي في القطر وانت فوق ال 40 سنه، انت يا بنت مش حاسه بنفسك؟ ويا ريتك اتجوزتي. على ده هو قال لهم كده محترمة. بس في لا البلد. بتلون خلقتها ولا بتحط ده ولا ده، الست محترمة يعني بتظهر كده بمظهر لائق بيها وبمكانتها. انت ايه بالنسبة لها انت عشان تتكلمي عنها كده يا بنت؟ انت كلبة. واحده قذره، لا ليكي اهل ولا ليكي رابط ولا ظابط ولا آسر ولا ياسين. الناس كلها عرفت ان انت بتطلعي على، عايزة تطلعي على قفا القنوات الكبيرة تتسلقي عشان تطلعي، بس لا الناس شايفين متسوله، اللي في قلبك باين على وشك. متسوله برخصه. والحمد لله استاذ رضا النهارده طلع سفلتك، والله العظيم سفلتك. ايوه عليك احكام كتير. انت عارفه انت لو في وشك نقطه دم والله العظيم ما تطلعي تاني. انا راجل يطلع يقول لي الكلام طب ما انا اللي جايبه لنفسي التهزيق لو انا ماسكاه. هي في اغلى من الام؟ والله العظيم ده مسح بكرامه اللي خلفوك الارض. ولسه يعني انت لو بتحسي شويه ربع احساس كده هتبعدي عنهم يا استاذ هتختفي. رضا اسحب الفيديو ده ضم ضمن البلاغات والحاجات اللي انت عاملها، عشان دي كلب مش هتيجي لما تتربى بالقانون. ما تقلقيش، تربيه القانون جايه، ما تقلقيش من حاجه، احنا مش عايزينك تقلقي. بص احنا قاعدين معاكي ما وراناش حاجه، وتربيه القانون جايه لك ان شاء الله، وفي زيارات باذن الله لاهلك في القريه، لان بجد انت خلاص كده انت جبت الاخر. ليه طالعه تشتمي في ست كبيره يا قذره يا اللي محدش علمك لا وحياة الادب امك ولا اللي ما الاحترام. عرفتش تربيك انا اللي هروح قريتك القذره اللي شكلك وانشر كل حاجه. انا بنفسي يا قذره يا سفله، انا اللي هروح قريتك وانشر القرف بتاعك اللي انت عاملاه ده. ما تقلقيش احنا رايحين. وهروح اللي كان جوزك ابو بناتك اللي انت بتقولي رافع عليه، القرايل. اروح اوصل له ده كله. القذر ما اللي تقلقيش. ما عرفش يختار واحده لعياله، كان عياله فعلا. لا هو يا ماما ده كان قاعد الراجل فوق ال100 سنه عظمه كبيره نطع وهي اللي ما هو بتصرف فاهمة عليه. عشان حاجه ببلاش وخدها ليه دي؟ انا مش قادره أفهم. ما قالك هتطلع في فرنسا تردح، وانا ايه اكل وانام. ميسيو سيرجي يدخل، غيره يدخل، تعمل محادثات خاصه. ده انت ليكي محادثات خاصه يعني يا نهار اسود. ما هو عز ده جاب لك بلاويكي كلها يا بنت. يا نهار اسود. طالعه عامله بني ادم على مين يا بنت؟ ما انت كسرتك وسفلتك بالي ورحت تعيطي لهم. راح عيطت لهم ليه؟ مش المفروض الصديق الجديد مش انت لو متجوزه تقولي كده؟ اللي يتصل عليه؟ المفروض الصديق الجديد مش انت اللي تطلع. وانهي راجل يقني ست يقبل على نفسه قله الادب وواحده تطلع بالقذاره والسفاله دي، وراجل يطلع عليها كده عشان هي سفله لسانها مش جوه بقها، انسانه قذره. انت مالك؟ هي راحت العمره بفلوس مين؟ مال اللي خلفوكي. تشتميها ليه؟ مال اللي خلفوكي. تشتميها ليه يا سفله؟ مال اللي خلفوكي. ومش هقول طبعا الالفاظ اللي انت قلتيها، بس كل الالفاظ دي انت وامك وابوكي. والله ليه بقى؟ ما تقرب لي. عشان ما عرفوش يربوكي. انا زعلانه عليها ام استاذ رضا دي، ما تقربليش، ولكن انا زعلانه ان دي ماسكاها بالقذاره والسفاله دي. ما هي هي يوتيوبر طالعه تتكلمي، دي انسانه مالهاش في اليوتيوب ولا أنا لا. فاهمة. عايزه ايه منها؟ هي نكشت شعرها ليه يا جماعة؟ اسفل خلق الله. هي طالعه امبارح في الفيديو نكشه شعرها ليه؟ لما تقول لكم كنت نايمه كده وصحيت ايه ده؟ هي طالعه نكشه شعرها في الفيديو ليه؟ عشان كانت كذبت على الناس قبل كده وقالت ان مدام انا قالت انها عمرها ما هتقدر تدخل السعوديه. طبعا هي كذبت والست راحت السعوديه وزي الفل، فطلعت كدابه تاني للمره المليار. كل ما تطلع كدابه تطلع نكشه شعرها وتقعد تشتم وتردح. مصوراها ان هي طالعه تشحت وطالعه تقول لها نابك على الشارع. انا قلت لها مالكيش دعوه بحد ولا تقربي مني. نابك على طبيعي. الشارع. لو حد راح واحده يقابلها كلبه زيك تكون مسلطه عليها تعمل فيها مصيبه زي ما عملتش في مدام هناء، ما ده الطبيعي. تشحت ايه يا بنت؟ هي زيك انت فاكره كل الناس زي اهلك مش اللي زيك. قالوا لك على الكشر واستخسروه فيك يا بنت وخلوكي واقفه من الشجر تاكلي الحاجات من كتر الجوع ما قالت؟ كشري. هي دي شكلك يا بنت؟ دي ام مكافحه، ربت بشقاها، ربت شتامه، وربت بعد كده اولاده. انسانه تستاهل كل التحيه والتعظيم. ام بمعنى كلمه ام،
هي اي ام رمت رب خلفت ورمت في الشارع زي امك كده؟ ده في إيه؟ رميتهم ايه من 12 سنه يا ده جماعه امك اللي كده يا بنت. يدوروا على شغل عشان ياكلوا فكرت بابا. تطلعيها عمره ولا ما انت عارفه اللي فيها؟ بابا النطع، قول لنا انت ليه ما طلعتيش امك عمره صحيح بحسن ظني من بالله. فلوس اليوتيوب دي اللي اكيد بيقولوا كنت عليها؟ عارفه بحسن ظني بالله ان ربنا مش هيتقبل منها حاجه خالص، لانها خلفت واحده صليتة لسان زيك. ما عرفتش طول تربي. ما انت عايشه في الدنيا بتجيب لها اللعنه والذنوب. عمرة ايه اللي ربنا هيتقبل بحسن ظني بالله؟ المفروض الانسان سبحانك يا رب يخلف عشان بعد هو ما باين. يمشي من الدنيا يبقى ليه ذكرى ولد صالح يدعو له. لكن بالنسبه لك انت بتجيبي لامك اللعنه والله كل شويه العظيم، بتجيب لها التهزيق والذنوب قد كده. لان فعلا هي ما عرفتش تربيكي، وزي ما اخوك قال ان انت خلف عار عليها. عار، ما خلفتش حد عدل فيكم. بجد والله كانت ست ده مهزأة. خلفت رجاله عندهم نخوه الرجاله. تقعدي يا بنت فيه انت بتعملي ليه كده؟ وبالعافيه. لا، قال خليكي إيه؟ تبطلي السفاله. مهدده بالاوان. اخوك نفسه اللي خد واكله منك. ورثه. ونعمل خلفه يا بنت، ونعمل عيله زباله. اخوه خايف من الراجل، خايف من الست. تعالى يا ملتحي شوف اختك بتعمل ايه يا ملتحي، يا اللي زعلت على امك وشتمت امك. هي امك اغلى من امهات الناس؟ واحدة يا جماعة قاعدة مرسوعة بره بتسب في الأمهات المصرية. عايزين بقى بلاغات برضو على السفارة. متابعين مدام عايزين بلاغات على متابعين السفارة. استاذ رضا يوصلوا الفيديو ده للمسؤولين يشوفوا الكلبه دي عايزه ايه. اعملوا بلاغات يا جماعة الامهات للسفارة. المصريه. الأمهات المصرية خط أحمر. وصلوا يا جماعة الفيديو للسفارة، وأنا برضو وصلت. يعني احنا أنا مش اول ساكتة. ناس بقى عملنا بلاغ ضدها لسياده النائب العام. الحمد لله. الكلبه دي احنا النهارده يعني بصوا قمنا بمجموعة كبيرة كده، حبة حلوين كده والله حرقت دمي لما شفتها بتتكلم كده على للنائب العام. فان شاء الله يتخذ ضدهم الاجراءات القانونيه استاذ رضا نفسه عمل وينظف لك ايه ولا؟ ينظف من حصاله اليوتيوب. انا عايزه افهم انت مالك ومال فلوس العمره طلعت بفلوس مين؟ وانت مال اللي خلفك؟ هو مضطرين ان هم يدوكي كشف حساب؟ انت مالك؟ طب انت ما طلعتيش ليه امك امك اللي ما عرفتش تربيكي؟ ما طلعتهاش ليه عمره؟ الفلوس اليوتيوب دي حرام. ليه انت مش شايله دهب في 3 بنوك؟ ما كانش معاكوا يا جعانين ان انتوا تطلعوها عمره؟ هتموتوا مقهورين ان مامة استاذ رضا طلعت عمره. متجننه ليه؟ اما الانسان يطلع بادبه على اليوتيوب ويقدم محتوى محترم يفيد الناس، حرام ليه؟ محتواك انت فعلا اللي حرام والستين حرام. محتواك انت سب اعراض ماسكه في دي وشرشحه وفي دي وقله ادب بتقبضي وسفاله، فلوس على حساب الناس. فلوسك انت اللي حرام يا قذرة يا سافله. وهتلاقي اللي يسب في عرضك وعرض بناتك. ده اكيد وربنا هيسيبها. بناتك اللي هيقعدوا جنبيكي من خلقتك بحسن ظني بالله، من سمعتك اللي زي اول ما الطين. تروحي له بحسن ظني بالله إنه جهنم مصير جهنم ان شاء الله، بحسن ظني بالله. تمسكي الست عماله تشتم فيها وتقول لك رايحه تشحد من مش عارفه منين، مش هيقابلوكي بتاع السعوديه عشان قالت لهم مش عارفه ايه عنك. هو لو هي رايحه لاهل السعوديه ما كانت راحت لهم على طول؟ الست رايحه تعمل عمره، راحه لربنا. وهي طب ما علاقه ام بدر أيوة محمد. بمدام انا كويسه جدا لو هي عايزه تروح لها. انت ايه اللي دخلك راجعه تاني تسب في عرض برضو اهل السعوديه وبناتهم ومش عارفه ايه؟ وده بلاغ برضو تاني للسفاره السعوديه لما بتقول على مدام هناء ما اصل شغلت بناتها. انتوا عارفين بقى موضوع الديزني لاند لما قالت على مدام هناء ان هي قواده على بنات اهل السعوديه. ده كلام شرشوحه باريس القذره. عايزين برضو بلاغات يا جماعه للسفاره السعوديه، لان بجد الست دي تعدت كل الخطوط الحمراء، وبجد لازم يبقى معاها اجراء قانوني، ولازم المنصات كلها تشير القذاره اللي هي بتعملها عشان تترحل وتيجي تتحاسب في بلدها. والمتابعين يسحبوا الفيديو ده، واللي قاعدين في السعوديه يسحبوا الفيديو ويقدموه هناك للمسؤولين. احنا قدمنا، احنا عن نفسينا قمنا بدورنا لكم وقدمنا. انزلوا في التعليقات واكتبوا حسبي الله ونعم الوكيل فيها، في الشرشوحه دي ربنا يخلص منها ومن عيالها ومن حياتها كلها. لعل ربنا يستجيب. هي حياتها اصلا متدمره. كلبه سافله قليله حياتها الادب. متنيله. دي قليله الادب. انت انسانه عدت قذرة. كل الخطوط الحمراء. في ايه يا بنت؟ هو محدش قادر يلمك؟ والله العظيم انت انسانه قذره اقسم بالله. يعني بصي مرض ميسي وجانو حتى مش وعظ ليك، طلعتي تتريقي عليه وتشتمي فيه. عمرة الست الكبيره طلعت هنيه وتشتمي فيها عشان انت واحده ما تربتيش.
تربيه شوارع. حياة امك انا نفسي ساحبه الفيديو ده، انا بنفسي الصبح. شوف انا رجلي تعبانه، لهنزل لمسؤول كبير وهقدم كل حاجه وهبلغ عن كل حاجه يا كلبه، لان خلاص الكيل طفع. يا سافله ايه اللي انت بتعمليه ده يا سافله؟ انا نفسي اللي هروح اقدم ده كله، وان شاء الله كلمتي هتبقى مسموعه، لاني مسؤوله مش زيك نكره في بلدي، انا مسؤوله ببلدي. ان شاء الله الفيديو ده الحمد لله. انا اللي هروح اقدمه بنفسي الصبح ان شاء الله. زي ما قدمنا النهارده يا كلبه في حبايبنا الحلوين، احنا مقدمين النهارده عليك وعلى والفيديو بتاعك برضو اتقدم بس اونلاين. هنروح بكره ان شاء الله نقدمه تاني على مكاتب انا المسؤولين، ما بنفسي ان عندناش شاء الله، مشكله خالص. وان شاء الله كلمتي هتبقى مسموعه، متقلقيش، لاني مسؤوله وخدمت بلدي مش زيك نكره يا كلبه. الحمد لله. واهالينا كلهم في ما انا يا في استاذ رضا المحاماة. انا الحمد بنفسي لله. اللي هروح اقدم ده الصبح ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، عشان اعلم امك الادب. هنقدمه يا نكره يا سفله اللي ما عندكيش رابط ولا ضابط ولا حاجه ابدا، ولا تعرفي مصر ولا اخلاق ولا تربيه ولا تحترمي حد. ما تحترمي نفسك يا بنتي، في ايه؟ لا هي كل ما جيت وهطلع يتكلم وهتبص تلاقي قنوات الزباله كلها طلع على واحده سوي، يطلع عليكم انتوا كمان بقى، عشان انتوا ما عندكمش احترام لحد. انت بتتكلمي على الشراشيح اللي تبعها. ايه ده؟ الشراشيح اللي البنت تبعي. تعدي في كل الحدود. انتوا كلكم وكر اعاره مع بعض يا حاجه، انتوا كلكم وكر اسكندريه اعاره مع بعض. هاتيلي فيكم حد نضيف، هاتيلي واحده فيكم ما هياش عليها قواضي اعاره، والله ما هتلاقوا، اقسم بالله ما كلكم نفس الاسطمبه. زباله. فالواحد هيطلع يقول لكم ايه لما واحده تطلع لراجل تقول له الالفاظ دي، او تطلع لواحده ست كبيره تقول لها الالفاظ دي، يبقى واحده ما شافتش بربع جنيه تربيه. الفيديو سافل زيها، ست زي دي ليه كده؟ ليه القذاره؟ لا هي يوتيوبر عشان نقول بطلعه بترد، يعني واحده في حالها، واحده في حالها، شخصيه محترمه هي في حالها، واحده سافله، ربة يتامى، عايزه منها ايه؟ يا ريتك تكوني تمنعها يا شيخه. انت اللي نفع معاكي عز اللي نزل طرقع لك على قفاكي، ومن ساعتها شدتي بلاستر وبعدت عن مستر سعيد، دخلت تقويله. فانت عايزه راجل اللي يطلع يروقك كده. بس الحمد لله استاذ رضا سافلتك، قال لك يا جاموسه اهي مش هيعبرك، ده تسوى عمرك لو وقفت على شعر والله. راسك. اللفظ اللي قالوا لك ده يسوى عمرك لو انت بتفهمي وعندك احساس وعندك ذره دم. ما عندهاش، انت ما عندكيش حاجه خالص يا شيخه. ما عندهاش. ابو البطن اللي شالتك، اللي بطن قذره، اللي مخليها هتروح الامارات عند ام حمار تلف لوحدها وسايبه بناتها. اكيد شكلها يا واللي اسمها سنه دي في فرنسا كلهم شكل بعض. شنعاء خراطيم ما قالت عليها قبل كده يا ماما انها خبره في العواجيز، صح؟ مش انت اللي قلتي كده عليها؟ وعلى سفلتكم انتوا وكر اعاره. كل ده عشان شويه ورق يا شيخه، عيب استحي على دمك بقى، مش كده؟ ده يعني مش عدتش اي حاجه. ميسيو جانو الراجل الطيب العسول ده اللي كان من كام اسبوع بس بيغني وزي الفل، اهو شوفي حاله ايه. فان شاء الله ربنا قادر يورينا فيكي اياته في لسانك يا رب. والله انا ما بدعيش على حد بس الا انت ان شاء الله. ده انت حاجه صعبه قوي يا شيخه، في اذان الفجر والله العظيم بندعيها حد عامله زي الخفاش. هي يا ماما ما عارفه، هي لو بطلت والله ما هتلاقي تاكل. يا ساتر. لو بطلت بناتك هيجوعوا، الصديق الجديد هيرميكي برضه بالبنات تاني، زي ما رافع القرايل اللي كان ساكت وانت كده بتصوري مع ميسيو سيرجو وداخل بالورد كده قذره سفله والله، وكان ساكت وانت بتقولي عايزه الرجاله في قناه وانت مشمره كده لما كان عندك جرب في قفاك. القذره دي فاكره انت؟ ولما كان ساكت برضو وانت بتعملي محادثات وبتبعتيها للناس زي ما عز كده مطلع لك، زي ما الصديق الجديد برضو ساكت دلوقتي لما رحت تعيطي لمستر ساد عشان يشيل الفيديو. بس شفت انا كنت ساحباه ازاي. والله يا استاذ رضا انسان محترم، أنا طالع ماسك عصا. انا لو منه بقى كان بقى لي تصرف تاني يا ست. هيقول لها ايه؟ هي عايزه حد يطلع لها على حق بقى عشان تلم. لما يكون انسان متربي ومحترم ومتدين هي حظها وابن ناس زي استاذ رضا ما يعرفش يرد على الاشكال دي، ما يعرفش يقول لها الالفاظ اللي هي تفهمها. ما هو معلش لما يقف راجل محترم قصاد واحده عاهره هيقول لها ايه؟ ما هي اصلا عاهره، هي ما بتختشيش، فهي هتقول له كل الالفاظ اللي هي شفتي طريقتها في الكلام وهي بترد على عز؟ شفتي طريقتها ونعمتها في الكلام؟ في واحده محترمه تكلم راجل بالطريقه اللي ولا انت صوتك الطبيعي باينه وعلى الخاص
على الخاص هو كان رافع القرايل فين وقتها يا امي؟ ما كانش موجود برضه. من الفيديو من شكل امها انا سيرتها اقسم بالله بترفع عندي الضغط، مجرد ما بشوف خلقتها كده في فيديوهات والله الضغط يا بيترفع. جماعه طالعه نكشه شعرها زي ما انا قلت لكم، عشان طلعت كدابه للمره المليون. وام استاذ رضا راحت السعوديه وموضوع على 1.5 هزتها على 1.5 ده جننها. لا ابو البلد اللي انت طلعتي بس منها لسه التقيل جاي ورا، اصبري عشان في مفاجآت كتيره ان شاء والله الله. بلد يعلم بها ربنا اللي طلعت كلبه وقذره وسفله ومنحطه زي كده. ابوها وما عرفوش يربوها ماما، تكل ما كانوش قرف. متربين اصلا. عليك وعلى تربيتك وعلى بيتك. الغازيه بنت الغازيه. يلا يا جماعه نشوفكم على خير في السلام الفيديوهات عليكم اللي يا جايه. جماعه.